يا بسكويت يا احنا يا كحك العيد، يا احنا يا بسكويت يا احنا يا شربطات في الكوبايات. ايه رأيكم في البسكوت الجميل ده؟ تحفة تحفة، حاجة جميلة كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبة؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. دلوقتي انا جبت السمنة اهو معاكم. طبعا ده قد ايه؟ ده كيلو ونص من الدقيق. هعمل عليه قد ايه؟ يعني كيلو الا ربع من السمنة. ماشي، ده كيلو الا ربع من السمنة، وحطيت عليه حوالي ربع كوباية زيت. ربع كوباية زيت بس. ماشي، وهحط معاكم كوبايتين من السكر. هو المفروض الكيلو الدقيق عليه ربع كيلو سكر. انا حطيت على الكيلو ونص كوبايتين من السكر، يعني لو هتعملي بالكيلو هتعملي ربع كيلو سكر ايه على الكيلو الدقيق. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين انا يعني ماشيه معاكم واحده واحده. دول انا عملت كوبايتين من السكر بس، كان في كوبايه منهم نقص. ودلوقتي بقى هتفضلي تضربي في السمنه والسكر لحد ما تخليها عامله ايه زي الكريمه كده. يعني مثلا زي ما بتضربي كده الكريمه، الكريم شانتيه. هتشوفوها دلوقتي هتبقى عامله ازاي. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه واحده واحده اهو. طبعا الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. احنا دلوقتي في الشتاء، لو احنا في الصيف حطها في التلاجة وطلعها من التلاجة اعمليها على طول. شايفين بقت عامله زي الكريمه ازاي؟ لما بتبقى زي الكريمه كده وتيجي تعملي البسكوت بينجح معاكي اهو، زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقت عامله في ايدي ازاي؟ كريمه زي الكريم شانتيه بالظبط. بقت تحفه. شايفين بالمكونات بقى، اعملوه بنفس المكونات اللي انا عملتها دلوقتي وهيطلع معاكم ناجح وتحفة. دولت 6 حبايات من البيض. ماشي، هنزل بالبيض ايه واحدة بعد واحدة زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بحباية بيض حباية بيض، ما تنزليش بالبيض مرة واحدة. طبعا انا مكسرة في طبق عشان لو واحدة فيها حاجة بايظة ولا كده ارميها. او زي ما انتوا شايفين كده بتنزلي بالبيض حبة حبة، يعني بيضة بيضة. انا عملت 6 حبايات من البيض. لو انت هتعملي 2 كيلو من الدقيق، الكيلو الدقيق عليه 5 حبايات بيض. كيلو الدقيق عليه 5 حبايات من البيض. امشوا بس بنفس المقادير اللي انا بقول لكم عليها ديت، ونفس ما انا بقول لكم كده، وان شاء الله هتعملوا احلى بسكوت ناجح معاكم. تعمل لك شويه بسكوت ولادك يفطروا منهم في ايام المدارس، في الاجازه. تكونوا قاعدين مثلا سهرانين بالليل مع كوبايه شاي، مع كوبايه شاي بلبن. الصبح تقومي ما تحتاريش على الفطار، هتجيبي مثلا بسكوتين وكوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن وتفطروا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي انا نزلت، دي ريحه برتقان، دي اسمها ريحه برتقان. انا كنت هعمله بصراحه ربنا بالبرتقان بس ما لقيتش، كنت عايزه برتقان بلدي ما لقيتش. رحت جبت ايه، ريحه البرتقان دي بتجيبها من عند العطار. ماشي، من عند العطار. دلوقتي بنزل بالفانيليا. احسن حاجه الفانيليا السايله، بصراحه احلى من البودره. يعني هتقولوا له عايزه ب5 جنيه، البتاع الصغير اللي انت شايفاه دي ب5 جنيه. وبرضو اللي هي ريحه البرتقال برضو ب5 جنيه. وممكن تعمليه من غير اي ريحه، ممكن تحط جوزة الهند لو ولادك بيحبوها، يعني عادي. انا لو عندي جوزة الهند كنت حطيت. ممكن تحط سمسم، ممكن تعملي اقتصاد زي ما انا عملته كده. دلوقتي انا هنزل بالدقيق واحده واحده. بنزل بالدقيق واحده واحده زي ما انتم شايفين كده. لازم تنزلي بالدقيق واحده واحده عشان ما تظلميش نفسك. ماشي، زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي انا المج ده بيعمل 6 كوبايات من الدقيق. كيلو الدقيق بيعمل 6 كوبايات بالمج ده. بالمج اللي هو المج بتاع الشاي اللي موجود في كل بيت. كيلو الدقيق انا جبته قبل كده وعملته بيه، لقيته عمل 6 كوبايات. بس 6 كوبايات مليانين من الدقيق. النص كيلو بيعمل 3. هتنزلي واحدة واحدة زي ما انا بنزل كده وتقلبي. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. اهو شايفين
وقبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكلي واعتمادي عليك يا رب. دي اهم حاجة. انا طول ما انا بعجن فيه زي ما انتوا شايفين كده انا بذكر ربنا. ده ايه بقى؟ نشادر. ده بسكوت النشادر يا حبايبي. دلوقتي انا نزلت يعتبر على الكيلو ونص دقيق. شفتوا المعلقة بتاعت الشاي الصغيرة ديت، معلقة بيها، معلقة مسحة كده بالظبط، ما تزودوش ولا حطيت بيكنج باودر ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده. وذرة من الملح سنة، ذرة الملح دي بتبقى سنة اهو زي ما انت شايفة كده. شايفين؟ بصوا انا لسه ولا حطيت ما حطيتش اي حاجة، هي المكونات اللي انتوا شايفينها. طبعا في الحالة دي يعني انا اسفة، بتروحي ايه بتزودي دقيق. انا بقول لكم يعني عشان كده بقول لكم حطوا ايه الدقيق واحدة واحدة، عشان لو الدقيق مش زي بعض، في دقيق بيحتاج سوائل وفي دقيق ما بيعوز سوائل كتير، فانت هتنزلي بالدقيق واحدة واحدة اهو. شايفين؟ بتشربي بقى الدقيق كويس، انت ما بتعجنيش، البسكوت ما بيتعجنش، البسكوت بيتلم بايدك زي ما انا بعمل كده بالظبط، بتلميه بايدك كده، اوعي تعجني فيه. البسكوت والبسبوسه ما بيتعجنوش زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه وانت بتعجني كده تستغفري ربنا وتصلي على الرسول وتقولي توكلي واعتمادي عليك يا رب، عشان لو بتعملي حبه بسكوت ولا حاجه يطلعوا زي الفل معاك. مفيش احلى من كده ولا اجمل من كده اهو. شايفين انا بعمله ازاي، بفركه ازاي؟ بتفركيه مش بتعجنيه، زي ما انتوا شايفين كده. بتلمي الدقيق وتفركي، تلمي الدقيق وتفركي اهو زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي انا هنزل باللبن، هتشوفوا اللبن قد ايه اهو معاكم. هو ما كانش عايز كتير اهو، ربع كوبايه لبن فقط لا غير، ما حطيتش غيرها، لان العجينه بتبقى في دقيق زي ما انا قلت لكم، في دقيق بيقبل السوائل وفي دقيق ما بيقبلش. هروح بقى مشربه اللبن زي ما انتوا شايفين كده، هو ربع، ما عايزتش غير ربع كوبايه لبن بس، ربع كوبايه لبن بس. دلوقتي انا هقول لكم على المقادير من الاول. كيلو ونص من الدقيق، كوبايتين وربع سكر، السمنه كيلو الا ربع من السمنه، وربع كوبايه زيت، ومعلقه صغيره نشادر صغيره خالص بتاعت الشاي ممسوحه، وطبعا فانيليا سايله، وريحه برتقال، وست بيضات، 6 حبايات من البيض زي ما انتوا شفتوا كده. وبتعجني بتلمي زي ما انا بعمل كده، ما بتلتيش، بتلمي زي ما انت شايفه كده. بتشربي مثلا السوائل في الدقيق. شايفين انا بشربهم ازاي؟ اوعي تعجني وبعد كده تلمي العجينه، ما بعوزش عجن كتير. شايفين العجينه اتلمت وبقت زي العسل ازاي، بقت ملبن كده. ما تخلوش اللي هو طري قوي عشان يبقى معاكي في المكنه كده حلو اهو. شايفين لميت اهو، وهجيب كيس واروح حاطاه عليه، تغطيه بكيس، ما تغطوش بحته، كيس زي ما انت اي كيس عندك افتحيه وغطي بيه. بس قومي دلوقتي وطبقي الوصفه دي، مش هتاخد معاكي ساعه، وتبقى عملت لعيالك لقمه حلوه، وعملت لهم حبه بسكوت زي العسل. انت عشان تشتري نص كيلو بسكوت النهارده هيقولك 200 جنيه نص كيلو بسكوت، على غلو السمنه وغلو الدقيق وكل حاجه ولعت نار. فانت ليه ما تعملي كل حاجه في بيتك؟ دلوقتي انا جبت المكنه اهو وركبتها زي ما انتوا شايفين كده، وهشغلها اهو. شايفين؟ واحده واحده الشكل اللي انت عايزاه. بصراحه انا لقيت الشكل ده تحفه زي ما انتوا شايفين كده. الصاج انا مسحته بالزيت، بدهنه بالزيت، بمسكه ادهنه كده بالزيت. شايفين الجمال بقى اهو؟ ده بسكوت النشادر يا حبايب قلب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس اهو. شايفه الجمال؟ تحفه تحفه، وطعمه يوديكي في حته تانية خالص. ما تقوليليش بقى اللي انت بتشتريه من بره والكلام ده. شايفه الجمال؟ والعجينه نازله ماسكه حيلها وجميله ازاي، عشان انا ما طريتهاش قوي. دي بتبقى في ايديكي، العجينه ما تبقاش طريه بتاعت البسكوت.
وبعدين كمان احنا في الشتاء يعني ماسكه حيلها، انما في الصيف تحاول ان انت تنشفيها شويه عن كده كمان. اهو شايفين الجمال بقى. بتمسكي الصاج بتدهنيه بالزيت، وهوريكم دلوقتي انا بدهنه بالزيت ازاي. اهو شايفين الجمال، كل حاجه قدامكم اهي. دلوقتي انا ولعت فرن البوتاجاز اهو، واحط صاج فوق وصاج تحت، وبعد كده اطلعهم فوق. شايفين بقى الجمال؟ شايفين لونه تحفه ازاي؟ بينزل لوحده. بصراحه ربنا كان تحفه. انا جبت زبده من الصفرة اللي هي فيرنا دي، مش هقول لكم سمنه بلدي والكلام ده، وكان طعمه وريحته تحفه، قلب الدنيا والله العظيم. طعمه قلب الدنيا، يعني كانت الريحه جميله. شايفين بقى الجمال؟ انت بقى بتعملي بالمكنه ما تطلعش حلوه رجعاه تاني، عشان هو بعوز يتخبز على طول. ده ايه؟ بسكوت النشادر، ما فيش بيكنج باودر ولا اي حاجه، وخفيف وهش وجميل. خفيف كده، عامل زي نواعم كده، بسكوت نواعم. ده تسميه ايه؟ البسكوت النواعم. انا اللي كنت بعمل والله لوحدي، بدور على نفسي وبقطف انا لوحدي، يعني بقطع لوحدي وانا اللي بدور لنفسي، ما كانش حد بيدور لي والله، زي ما انتم شايفين كده. وبقوم اخبز، وما خدش معايا ساعه، لا في العجين ولا في الخبيز، ولا زي ما انتم شايفين كده. بقيت اعمل الصاج واقوم ابص على اللي في الفرن، اعمل الصاج زي كده وابص على اللي في الفرن، اطلع 2 واحط 2. والحمد لله ربنا قوانه عني، الحمد لله يا رب، عشان ذكر ربنا في لساني. دايما طول ما انت ذكر ربنا في لسانك، ربنا هيعينك وهيقويك على اللي انت فيه. والنور قطع عليا، وكان حته ليله بقى ما اقولكمش، بس انا كنت بعمله بالليل. معلش ده سهى عليا، الصاج ده اتحرق، اديني وريته لكم اهو. شفتوه؟ حبيت اوريكم اهو. الحمد لله والشكر لله، قدر الله ما شاء فعل. حبايبي ما تنسونيش بلايك حلو وكومنت حلو من بتاعكم. ربنا يكبر بخاطركم زي ما انتوا جابرين بخاطري يا رب. دي كانت اخر حته عجينه اهي، انا بمسكها عجينها كده في ايدي ليه؟ عشان تطلع حلوه من المكنه. شايفين الجمال بقى؟ ده كان الصاج ده، والصاج بقى الاخير. الحمد لله، يعني ربك ما بنساش حد. اهو شايفين الجمال؟ ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اهو شايفه الجمال بقى؟ عايزين اقول لكم المقادير تاني؟ اقول لكم: 1.5 كيلو من الدقيق، عليه 1.25 كيلو من السمنه، عليه فانيليا، قولي معلقتين فانيليا، عليه ريحه برتقان. شايفين الجمال؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.